بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هتكلم على حاجه خارج القانون، بس حاجه تهم الوضع يعني في المجتمع. وانا شايف ان هي الموضوع بقت ظاهره واضحه قوي، ومعرفش ايه سببها بصراحه. وهي التوك توك. تحس ان التوك توك معاه حصانه دبلوماسيه. يعني تحس ان المركبه دي المركبه الوحيده في مصر اللي معاها حصانه، يمشي في اي حته، بيمشي عكس براحته، ملوش علاقه بالكاميرات، ملوش علاقه بنمر، مش مترخص. اي حد ممكن يسوقه، اي سن ممكن يسوقه، ممكن 10 سنين، ممكن 12 سنه. يعني انا مش فاهم يعني. انا هحكي موقف حصل معايا، ده اللي خلاني طلعت اتكلم، وكان موقف مستفز قوي. يعني يمكن انا ممكن ما شفتوش قبل كده، بس انا يمكن عشان لمحته قدام عيني وقمه الاستفزاز بصراحه. انا مش هقول المنطقه بالظبط، انا هقول كنت جنب محكمه. كنت جنب النيابه العسكريه اللي هي عند زهراء العاشر، الحي العاشر. خارج من المحكمه وماشي كده، كان في لجنه مرور واقفه، ونش ضابط وعسكري وامين شرطه، وفين هم ثلاثه كده بعرض الشارع، ما بيعدوش الهوا. جميل، شغلك حقك، مفيش اي مشكله خالص. شوف الرخص، شوف الدنيا، جميل. ميكروباصات بقى وموتوسيكلات ومينيباصات وكل اللي معدي. وسبحان الله الاقي توك توك جاي عكسي قصادهم، يعني جاي عكس اتجاه العربيات اللي واقفه في اللجنه، وعدى من جنب الونش ولا اكن حد شايفه. هتقولي ما خدوش بالهم؟ لا، خدوا بالهم. انا شايف وواقف وباصص. انا لو كنت لحقت اصور كنت صورته الموقف، بس ما لحقتش اصوره. فقلت اطلع اتكلم في الموضوع ده عشان غاظني قوي. ما الواحد طبعا اولا ده اكل عيش، ولما طلعت حمله ضد التوك توك ان هو يتوقف او يتسحب، انا ما كنتش مع الحمله دي على فكره. انا قلت ان هو يتقنن زي اي مركبه بمصر بتترخص، ويمشي برخصه، مفيش مشكله، ويتحدد له مناطق معينه زي ما كل الشوارع الرئيسيه. في شوارع كتير جدا في مصر ممنوع فيها النقل، النقل التقيل ممنوع، النقل اللي هو العربيات الجامبو ممنوع، العربيات اللي هي نص نقل ممنوع. في عربيات الاتوبيسات الهيئه بتمشي من اماكن، في شوارع كتير متحدده، ولو مشي فيها بيتاخد مخالفه وبيتروق، صح كده؟ جميل. يبقى نعمل نفس الكلام. انت عندك الموتوسيكل بيترخص، السكوتر الكهرباء بيترخص، التروسيكل اللي بيتحط عليه البضاعه بيترخص. اشمعنى التوك توك لغايه دلوقتي ما حدش عايز يرخصه؟ انت تعرف انت لو رخصت الساده المسؤولين، لو انتوا رخصتوا التوك توك زيه زي اي مركبه خلقها ربنا لرخصه ويتكشف عليها ويتشاف ان هو مجدد زي اي مركبه، هيدخل للبلد كميه فلوس غير طبيعيه. ليه ما نستفادش؟ ليه الموضوع لحد وقتنا هذا، الكلام ده تقريبا من ساعه الثوره واحنا بنتكلم في قصه مشاكل التوك توك. طبعا من ساعه الثوره، بعد الثوره يعني في هوجه تكاتك كانت موجوده، وطبعا الاسعار كانت رخيصه قوي قبل كده، فكانت كميه تكاتك غير طبيعيه. طبعا في شويه تكاتك معلقه نمر البرتقال الصغيره دي شويه كده، الواحد بيلمعها كل فين وفين. لما يلاقي توك توك عليه نمره، ولا يلاقي توك توك ليه ورق، ولا كاتب عليه، وبعض التكاتك تانية عليها كلمه مش عارف الحي رقم كذا، حي مش عارف ايه رقم كذا. هو ايه يا جماعه؟ يعني شويه مترخصين وشويه تبع الحي وشويه ماشيين مع نفسيهم واشكال ما يعلم بها ربنا سيئه. هو احنا ما بنقولوش، انا واحد من الناس ما بقولش يتلغي، ان هو بينفع فاتح بيوت ناس بتسترزق منه، فحرام ان انا اقول يتلغي ونوقف على اكل عيش الناس. لكن يا جماعه لو سمحتوا، يعني ايه توك توك يبقى ماشي؟ تعالى كده انت لو عربيتك كده وغلطت ودخلت اي منطقه مسموح فيها التكاتك، اي منطقه شعبيه، ما هو طبيعي التكاتك كلها في المناطق الشعبيه، ما بيمشوش في المناطق الراقيه يعني، ممنوعه. اي منطقه شعبيه دخلت كده بالغلط بعربيتك، او انت رايح مشوار، او انت ساكن هناك، ايا كان بقى، هتلاقي عربيتك في خلال اسبوع بالكتير عايزه وش نظافه، 5 6000 جنيه ترشها من التكاتك. وجدع هتكلم معاه، جدع يفتح بقك، واللي تخطك خدك الاكسدام ولا شالك الجنب ولا بتاع الحديده اللي بيحطوها دي، يعني انت بتخاف تقرب منه. ولو عمل لك حاجه ونزلت اتكلمت معاه، هتلاقي 70 توك توك حواليك. طلعوا منين؟ جم امتى؟ ما تعرفش. وراجل اتكلم، وراجل افتح بقك. هي دي كده المفروض، احنا كده القانون اللي احنا فيه هو ده حق المواطن، يعني اللي معاه عربيته وماشي بما يرضي الله في منطقته ولا في حتته، ولا ده كل المناطق الشعبيه. وطبعا المناطق الشعبيه في مصر كتير، احنا عندنا المناطق الشعبيه في مصر فيها عدد سكان غير طبيعي، لو قعدنا نقولها مش هنخلص. كميه تكاتك غير طبيعيه، ليه سايبينها كده؟ ليه؟
وليه تلاقي بقى المرور واقف؟ يعني برضه في واحد، في مرور تاني او في لجنه تانيه بتقف عند في جسر السويس قبل احمد عصمت على طول، على طول قبل دخلت احمد عصمت كده، وانت جاي جسر السويس من عند، جاي من العاشر ورايح على مصر الجديده، شارع جسر السويس عند الف مسكن قبليه بشويه، قبل احمد عصمت بيبقى دايما في لجنه مرور بتوقف هناك. انا بعدي من الحته دي كتير وبشوف برضو التكاتك ما شاء الله رايحه جايه عكسي، ولا حد بيقول لهم تعملوا ايه، والعربيات بتقف شوف رخصها والموتوسيكلات والاتوبيسات وكله الا التكاتك. هل التكاتك دي يعني حصانه دبلوماسيه مثلا، ولا احنا ايه الوضع بتاعها؟ ما عشان نبقى فاهمين بس يا جماعه، يعني كل واحد ماشي بعربيته بقى يحط الشومه في العربيه، ولما توك توك يخبطني اروح كسر له بريبريز مثلا، ولا اعمل له ايه؟ ما هو الموضوع كده هيمشي كده. ما انا هجيب حقي ازاي لما التوك توك يخبط عربيتي وهو معلوش ولا نمر ولا نيله وحته عيل سايقه؟ انا هجيب حقي منين؟ ها، ويخبطني في طريق رئيسي، جرح لي العربيه، شال لي مرايه، المفروض انا كمواطن اعمل ايه؟ سيبك بقى من انا محامي، انا مش محامي، انا مواطن اهو وبشتكي بقول يا جماعه التوك توك ليه مش مسيطرين على التوك توك؟ ليه؟ انا ما بقولش الغيه، لا سيبه شغال بس رخصه، واللي يسوقه يبقى زيه زي العربيه، لازم يكون سنه القانوني ويكون معاه بطاقه ويتكشف عليه زي ما بيحصل في العربيات. اي مركبه بقى انت بتيجي ترخص اي مركبه يبقى استعلام امني واستعلام مش عارف ايه وكشف طبي، يبقى التوك توك كده الكلام. يعني يا جماعه احنا بنشوف اشكال غريبه، يعني في اشكال غريبه تبقى انا بخاف اتكلم معاه، وهقول له ايه ده هتكلم اقول له ايه لما يجرح العربيه؟ ايه اللي ممكن اقوله له؟ هو اساسا مش شايف قدامه اساسا، ما حدش بيقول له ده غير بقى طبعا اللي بيحصل في التكاتك، وطبعا كلنا عارفين قوي ان هو يعني من كوسيله من وسائل توزيع المواد المخدره وشغل السرقات والخطف الشنط وخطف الموبايلات احنا عارفين الكلام ده كله. طب يا ما نقننه بقى عشان اللي يسوقه يبقى واحد عايز ياكل عيش، مش واحد نازل يرازي في الناس. تحياتي ليكم، موضوع كان خانقني والمشهد اللي شفته كان مضايقني جدا وحبيت ان انا اتكلم فيه. انا برضه في مواضيع كتير جدا في دماغي، بس الواحد ايه لما بتيجي على دماغي وانا شغال بحاول افتكرها واكتبها عندي عشان اطلع اتكلم فيها. ويا ريت يا جماعه بعد اذنكم اللي يشوف الفيديو يشير على قد ما يقدر ولايك، واللي مش تابعني على الصفحه يتابعني عشان يجي له كل جديد، وفي معلومات حلوه جايه ان شاء الله الفتره اللي جايه. يعني في معلومه كويسه جدا هطلعها وهتبقى حصر ان شاء الله على الصفحه بتاعتي، انتظروني في الحلقه اللي جايه، وان شاء الله هطلع لايف برضه اتكلم في مواضيع مهمه. تحياتي ليكم.